اهلا مسا على كل الاهلاويه. حابب النهارده اتكلم معاكم على المباراه اللي خلصت بالنسبه للنادي الاهلي وهارد لك بالنسبه لي. انا بالنسبه للنادي الاهلي ان هو قدر يكسب نقطه. احنا بنقابل فريق قوي جدا، فريق صن داونز، فريق سريع جدا، وهجمات المرتده على اعلى درجه من الخطوره. انا شايف ان في مشاكل في التشكيل النادي الاهلي وفي الدفاع. اولا مارسيل كولر بدا بمحمد هاني، وكان لازم يبدا بخالد عبد الفتاح. تاني حاجة هو بيلعب بقفشة. أنا بالنسبة لي هو بيضيع فرص غريبة، وفي كور كتيرة بتجيله تسديد من بره 18 بيلعبها في السماء. وده طبعا أنا مش عارف هو قفشة بيتدرب في النادي الأهلي بناء عليه أو بيلعب في إيه، يعني بيلعب إيه. أنا متهيألي إن صانع الألعاب ده بيكون أولا بيتميز بقوة التسديد، بدقة التمرير، يقدر يشوط ضربات جزاء، ضربات ركنية، يلعب ضربات حرة في الجون. انا بالنسبه لي قفشه بقاله 4 أو 5 شهور مش موفق. فمن رايي ان كان لاعب باحمد القندوسي مركز 10 مكان محمد قفشه، محمد مجدي قفشه. خالد عبد الفتاح كان لازم يلعب على محمد هاني. محمد هاني شفناه ان هو ما كانش متالق بالمره. في اول 4 دقائق خد انذار، ومع ذلك انت خليته يلعب ضربه جزاء، مع ان محمد هاني مش بيلعب ضربات جزاء. وطبعا زي ما شفنا حطها في نص الجون والجون صدها. اللي كان شايل الماتش ده وكان نجم المباراه هو محمد الشناوي. انقذ حوالي 6 كور خطيره جدا، كانت اهداف محققه. مروان عطيه هو تاني لاعب ادى في خط الوسط. انا من رايي مروان عطيه كان لعب مع حمدي فتحي. احنا شفنا حمدي فتحي ما لعبش المباراه، لعب ديانج، وديانج عنده ميس باص كبيره جدا جدا في وسط الملعب. يعني هارد لك النادي الاهلي ان شاء الله. احنا عندنا ماتش اللي جاي، ماتش القطن، ده بيتلعب في القاهره. ان شاء الله الاهلي يقدر يكسب، وبعد كده ماتش صن داونز في جنوب افريقيا. على اقل تقدير خالص الاهلي يتعادل مع صن داونز، ان صن داونز فريق صعب جدا على ملعبه، وخاصه هيكون الماتش الساعه 3 الظهر. وبعد كده بيكون في ماتش القطن الكاميروني في الكاميرون، وان شاء الله الاهلي يحقق نتيجه كبيره هناك ويكسب عشان يحاول ينافس على تذكره الصعود مع الهلال او صن داونز. وبعد كده ماتش الهلال السوداني هيكون في القاهره. انا من وجهه نظري انه كان احمد القندوسي لعب، ما يلعبش محمد مجدي قفشه. وطبعا عندك برضو بيرسي تاو. بيرسي تاو انا بالنسبه لي هو عنده مشكله في القياسات البدنيه بتاعته. ان انا العبه مهاجم، هو اولا قصير، ثانيا مش هيعرف يجيب الكور العرضيه ويخلص لك، يكون يفنش قدام المرمى. احنا عايزين مهاجم يكون مهاجم طويل ويكون هداف. طبعا احنا شفنا المهاجم صن داونز طوله مترين وكان متألق طول المباراه. بالنسبه للجوان، احنا عندنا طبعا الجون اللي جه، الجون الاول لصن داونز كان فيه خطأ دفاعي مع محمد هاني ومحمود متولي، الاثنين ضاغطين على الجناح اللي بيلعب مع من صن داونز. الاثنين ما فيش اي التحام. انت لو التحمت معاه، لو خد فاول او قطعت الكوره هتمنع هجمه خطيره، لكن انت ما حدش ضغط عليه. الجناح لعبها بكل سهوله، عرضيه اتلعبت، خدها المهاجم شايلوله لوحده بعد ما عدت من علي معلول، حطها في الجون. الجون الثاني بتاعهم كان مروان عطيه، الكوره في رجله بدل ما شتتها، وان الكور دي بتكون صعبه المفروض ان هي تتشتت على طول. مروان عطيه ما شتتش، الكوره راحت لاثنين. شفنا صوره الهدف، هتلاقي 6 لعيبه من النادي الاهلي حوالين 2 لعيبه من صن داونز. واحد شاط الكوره جت في العارضه، والتاني خدها حطها في الجون. مش عارف، انا مش فاهم يعني محمود متولي بيعمل ايه، محمد عبد المنعم بيعمل ايه. الكوره دي بتتشتت او حد ضاغط مع كل واحد. يعني على الاقل انتوا 6 لعيبه واقفين في البرواز ما بتعملوش اي حاجه. ان شاء الله ربنا يسهل الماتشات اللي جايه والاهلي يقدر ان هو يعوض. احنا عندنا كده الاهلي عنده نقطه واحده من ماتشين. صن داونز عنده 7 نقط، والهلال السوداني عنده 6 نقط، الاثنين من 3 ماتشات. ان شاء الله الاهلي يقدر ينافس على تذكرة الصعود من دوري ابطال افريقيا من المجموعة دي. احنا شفنا حسين الشحات هو الوحيد المتألق مع محمد الشناوي ومع مروان عطية.
بخلاف الخطأ اللي عمله مروان عطية ان هو في كرة الجون الثاني هو افضل لعيبة النادي الاهلي في خط الوسط، وكان المفروض يلعب مع حمدي فتحي. كان حمدي فتحي المفروض يبدأ المباراة دي مع مروان عطية، لان طبعا احنا عارفين ان السولية مصاب. لكن من وجهة نظري ان ديانج ما يلعبش الفترة دي، مش متألق خالص ومش مركز بسبب العروض اللي جايه له كتيرة من خارج النادي الاهلي، عروض الاحتراف. ان شاء الله ربنا يسهل والاهلي يقدر ينافس. طبعا فريق سان داونز فريق محترم قوي جدا في الهجوم والهجمه المرتده، وفي الميس باص ما عندوش، يعني هو هتلاقي الميس باص عنده قليله جدا. ان شاء الله يعني نقدر ان احنا نعوض التعادل ده في الماتشات الجايه. احنا طبعا عندنا في حاجه حصلت اليومين اللي فاتوا بالنسبه لحقوق الرعايه بالنادي الاهلي. في طبعا النادي الاهلي دايما مشرفنا ودايما اكبر قيمه تسويقيه في قاره افريقيا والشرق الاوسط، ان لم تخن الذاكره. يعني هو النادي الاهلي دلوقتي عنده خمس رعاه. امبارح كان في الراعي الخامس الاهلي بيعلن عنه في مؤتمر صحفي، وكان موجود الكابتن الخطيب. كان شركة شيل البترولية. طبعا احنا شفنا عقود الرعاية بالنسبة للأهلي. في أول حاجة كان اتصالات مصر، ده 660 مليون جنيه مصري على 4 سنين. وفي بنك أبو ظبي الأول 460 مليون جنيه. وفي شركة الدهانات المصرية 180 مليون. وشركة المراسم السعودية ديت 160 مليون. واخر حاجه كانت شركه شيل 130 مليون. الخطيب امبارح طلع قال شويه تصريحات في المؤتمر الصحفي، ملخصها يعني بيتكلم ان النادي الاهلي هو دايما بيدور على استثمارات او عقود شراكه مع الكيانات الكبيره. ودايما النادي الاهلي بيتميز بجمهوره. هو بيتكلم عن الجمهور، بيدخل جمهور النادي الاهلي اولا واخيرا اعلى من اي حد. ان النادي الاهلي هو دايما قوي بالجمهور بتاعه. بيقول ان الاهلي ربما يكون النادي الوحيد في الشرق الاوسط وعالميا اللي عنده 4 مقرات رسميه. يعني ايه رسميه؟ يعني دايما فيها اعضاء شغاله فيها الالعاب، يعتبر مقر للنادي مستقل بذاته. بيقول النادي الاهلي دايما بيكون الاول في حقوق الرعايه والتسويق. طبعا احنا شفنا القيمه التسويقيه للنادي الاهلي بتفوق اي حد موجود على الساحه الرياضيه المصريه وربما افريقيا. يعني بيتكلم ان النادي الاهلي النادي الوحيد عالميا اللي بيمارس النشاط في 19 لعبة من الناشئين للفريق الأول رجال وسيدات. بمعنى إيه؟ يعني أكتر من 19 لعبة للنادي الأهلي فيها منافسات رسمية على المستوى المحلي والأفريقي، رجال وسيدات من الناشئين. بيتكلم برضو إن أكبر شريك للنجاحات ديت هو جمهور النادي الأهلي، وان احنا بنحاول نزود بطولاتنا، نجتهد تزويد البطولات، ودايما اساسنا هو المبادئ واللعب النظيف. طبعا احنا شفنا طبعا حقوق الرعايه اللي جت للنادي الاهلي الفترات اللي فاتت، وخاصه مع كاس العالم للانديه برضو كان في حقوق رعايه من شركه العرجاني. طبعا بخلاف الفلوس اللي جايه للنادي الاهلي من كاس العالم للانديه، الاتحاد الدولي هيرسل شيك للنادي الاهلي ان شاء الله قريبا ب2 مليون دولار حقوق الرعايه، حقوق المنافسات اللي كانت الاهلي بيشارك بيها في كاس العالم للانديه، وده حقه من الماتشات اللي لعبها. انا شايف ان دايما الاهلي هو مشرف الكره المصريه عالميا وقاريا على مستوى افريقيا وعلى مستوى الشرق الاوسط وعالميا في كاس العالم للانديه. وان شاء الله دايما النادي الاهلي في تقدم وازدهار، ويكون على حسن ظن جماهيره ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله بالصعود لدور ال8 في دوري ابطال افريقيا، وينافس محليا ان شاء الله على الدوري وكاس مصر والسوبر المصري ان شاء الله.
شكرا ليكم.